الصوت ده؟ الحقني يا عمر! يا عمر! يا عمر الحقني يا عمر! قاطع الكهرباء فاصله. ما هو النور كان قايد اهو، تعالى نشوف. يا اسطى بقى ليه يا عم ثابت بقى انت؟ فخلونا بقى نتفرج على الحته اللي جايه دي عشان الحقيقه جايه في الحته دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. فيديو النهارده زي ما قلت لكم الفيديو اللي قبل اللي فات، قلت لكم قبل كده يا جدعان احنا هنفضل مستمرين مع المقالب اللي بتحصل في عمر شاور، او اللي هو بيعمله فينا كمقلب او بيعمل فينا حاجه فيك، يعني الله اعلم بقى بيعمل فينا مقلب فيك ولا لا. اول حاجه الفيديو اللي فات ظهر لي عمر شاور زي عفريت كده في البيت في الفيلا الجديده بتاعته، وقلنا مش هنسيب الموضوع ده غير لما نعرف هو مين. طلعنا شويه تاتشات كده في الفيديو اللي فات لما الناس سابوه ومشيوا وقالوا احنا ماشيين راجعين طنطا يا عم ومش عارف ايه ومش هنقعد معاكم والكلام ده كله، وهوب اتفاجئنا في الفيديو الجديد ان الشباب ما مشيتش، الشباب لسه معاه. طازه كان معاه وبودي كان معاه وغير كمان المصور. فين بقى طازه لما مشي مع شوقي؟ رجع معاه تاني ازاي؟ ما علينا، زي ما انا قلت لكم يا جماعه ان الموضوع فيك شويه، فخلونا بقى نرجع ونشوف ايه اللي حصل في الفيديوهات الجديده اللي هو نزلها. نسحر ونشرب ميه عشان ايه؟ ما نعطش وما نجوعش. ما بالك لو جه شطه من الهند حراقه؟ معرفش ان هي شطه اصلا. حد جاي لحد على الكورة، جاي لحد عفار جاي لسه جاي. طبعا زي ما احنا شفنا كده هو منزل 3 حلقات او 3 فيديوهات من ال3 ايام اللي فاتوا، فانا طبعا ما كنتش راضي اصور او كنتش راضي اطلع اتكلم في الموضوع، بس قلت ايه يعني سيبه شويه لحد ما نوصل لدليل قوي شويه. اول حلقه طبعا نزلها او اول فيديو نزله زي ما انتم شفتوا الحته اللي فاتت دي، ان هو كان عازم الحسن والحسين على السحور وعامل فيهم مقلب شطه ومش عارف ايه زي ما انتم شفتوا في الفيديو المشهد اللي فات ده. طيب خلونا نقدم بقى بسرعه كده عشان ما نقعدش نجيب في نص الفيديوهات، لان في 3 فيديوهات احنا هنجيبهم. عمر شاور ايه اللي حصل له في ال3 فيديوهات اللي جايين؟ تعالوا كده بقى نخش بسرعه في اخر الفيديو ده ايه اللي حصل. يلا بينا. انا اقول كمان كفة فشطة ولا اسمع عليها ايد النور بتاع الدور الاحكام ورانا فنان صوتي شوفوا الاسبوع ده. عمر الحقني يا عمر! طبعا زي ما شفنا كده ملخص نهايه الحته ديت لما عملوا المقلب في حسن والحسين، وحسن والحسين زعلوا وخدوا بعضهم ومشوا. بعد ما مشوا على طول زي ما انتم شايفين بقى النور قطع، وهوب فنانيس اختفى لما النور قطع عليهم، وفجاه بصوا فوق الفيلا لقوا عفريت كان واقف فوق الفيلا، وصوت لفنانيس بيقول له الحقني يا عمر، وهو مش موجود اصلا ولا فوق الفيلا ولا تحت الفيلا. فجه منين الصوت ده الله اعلم. ما علينا، ده كده اول مثلا لقطه مسكناها من اول حلقه هو نزلها. ولو انتم تفتكروا الموضوع ده، فاكرين ايام بابا نويل لما اختفى ورجع فاكرين الفيديوهات دي؟ ايام بقى ريتا ترجع تاني، نفس القصه ونفس الحوار، نفس بابا نويل لما ظهر لهم في اول الفيديو وصور لهم فوق الفيلا واختفى، نفس الحوار برضو لما العفريت الجديد ظهر لهم فوق الفيلا بس ما اختفاش المره. خلونا نخش في الحلقه اللي بعديها على طول ونشوف العفريت الجديد دوت عمل ايه في عمر شاور او وصل لايه لعمر شاور. فخلونا نوصل نشوف عمر شاور هيعمل معاه ايه. بقول لك ايه، خد تعالى خد الفيس كده ايه ده نفسك شايف في طوبه بس فاضيه. في حاجه عندك؟ طبعا كلنا شفنا اول بدايه الفيديو كده لما طلعوا جري كل واحد خد له شومه وخد له عصايه وطلعوا يجروا على السطح عشان يشوفوا مين اللي كان واقف فوق السطح. طلعوا ما لقوش حاجه. طب قبل ما نخش على المرحله الجايه كده عايز برضه اوريكم حاجه صغيره، حاجه بسيطه كده كنت عايز اقولها لكم، بنقولها طبعا من زمان. فاكرين طبعا لما كنت بقعد اقول لكم هم ازاي خدوا الصوره المصغره دي؟ يعني الحسن والحسين اصلا سابوهم ومشيوا. تعالى كده بص معايا على ال3 فيديوهات اللي نزلوا او ال4 فيديوهات اللي نزلوا اللي فاتوا، كلهم متصورين مع الحسن والحسين يعني بتصوير مختلف ووضعيات مختلفه ومعاهم العفريت كمان. يعني العفريت اصلا في كل الفيديوهات اللي جت ما ظهرش الصوره اللي هي يقدروا مثلا ياخدوها كالصوره مصغره زي دي. يعني الصوره الصغيره انا اسف الصوره المصغره اللي زي دي لازم نصورها بوضعيه ولازم ناخد الرياكشن بالظبط عشان نقدر نطلعها بالكواليتي او بالمشهد اللي انتم شايفينه ده. وطبعا زي ما انتم شايفين كده هم في ال4 فيديوهات اللي فاتوا الحسن والحسين والعفريت متصورين متصور كادر كامل ليهم هم كلهم. يعني ده اكيد مش هقول اكيد اتفاق عشان في ناس بتزعل مني بس الله اعلم. يعني
المهم ان احنا بنكشف الموضوع وبنلفت نظركم لحاجه انتوا ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منها. يلا نكمل. وده النور اللي تحت الجنينه ده. يلا الفيلا بتولع، الفيلا بتولع تحت. سوف اموت. احنا نطلع بالقصه دي. يا اسطى ايه ده؟ اخر روبو برنا بيتي. طبعا زي ما انتم شفتوا الفيلا فجأة لقوها بتولع تحت، ولقوا حاجات غريبة بتولع تحت، ونزلوا جري يطفوها. وبعد ما طفوها لقوا كتاب كتير كده فيه مليون كلمة هم ما خدوش بالهم، او شار ما خدش باله غير من كلمة سوف اموت دي. يعني هو ساب كل الكلام اللي في الكتاب وعلق على كلمة سوف اموت دي، يعني مش عارف ازاي. ما علينا. لقوا ورقة مرمية في الارض مكتوب عليها ايه؟ اخرجوا بره بيت. ملحوظة مهمة جدا، خلونا فاكرين الورقة دي عشان في حاجة جاية في الفيديوهات الجاية برضو، قصة غريبة حصلت هتدور برضو على موضوع ازاي هو كان سايب لهم ورقه زي دي بيقول لهم اخرجوا بره بيتي وايه اللي هيحصل بعدين. خلونا نشوف اخر الفيديو ايه اللي هيحصل عشان نخش في الفيديو اللي بعديه. حصل؟ حسيت ان في حد بيشدني الرجل، حسيت ولا حد شدك؟ لا في حد شدني. لو عايز طفل تحت بيت الحسن حسين ده ملك حسن حسين في الحوار. طيب زي ما احنا شفنا اخر الفيديو طبعا لما نزلوا عند البدروم عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، ونزلوا طبعا طازه عشان يجيب الورقه، وكان خايف زي ما انتم شايفين كده والموقف اللي حصل دوت، ونزل جاب في الفعل الورقه. طيب طازه هنا لما اتشد من رجله او في حاجه شدته من رجله من تحت الحاجه اللي هم حاطينها السودا ديت، اللي بيصور او بتاع الكاميرا ليه ما جابش رجله وهو بيتشد؟ يعني ليه لف وجابهم هم بس عشان خاطر اللي بيشد من رجله ده ما يظهرش او يشوفوا مين او حاجه زي كده؟ رغم يعني موقف برده غريب، بس ما علينا، مش هنقفش على حاجه بسيطه زي دي، وممكن يكون مش قصدي، الله اعلم. احنا لحد دلوقتي مش عايزين نمسك على لقطات بسيطه، لا خلونا برده نمسك على ادله جامده وواسعه. طيب تعال نشوف بقى الورقه اللي كتبوا فيها. لو عايز فنانيس هتلاقوه تحت بيت الحسن والحسين اللي هم يعتبر كانوا مشيوا من الفيديو اللي فات. طب تعال نشوف لما راحوا البيت ايه اللي حصل. كده هنخش على الفيديو اللي بعديه. انا طبعا فوتت 4 حلقات كده، فاحنا بنلخص الموضوع، يا رب ننجز في الموضوع ده. يلا بينا نشوف حصل ايه في الحلقه اللي بعديها. حسن حسين انا واخدك هعمل فيك ايه؟ الارض انا عايز اطلع لهم ينزلونا تحت الارض، يقول لك تحت البيت، يقول لك تحت بيت الحسن والحسين. انا دلوقتي المفروض ان انا خليت طازه قلت طازه يقعد من اليوم التاني على الناصيه فلاش باك تشوف طازه وهلتك العربيه بتاعت الحسن والحسين لو اتحركت من مكانها هتطير فيها رقبتك. بس كده هعمل ايه بس الشوط شكل ده بقى. ماشي توكل. المفروض ان طازه بيراقبهم عشان لو هم ليهم يد في الموضوع ما نشكك فيهم برضه مش مستاهلين. طيب هنا زي ما احنا شايفين كده اللي هم اتحركوا بالعربيه وراحوا عند بيت الحسن والحسين، بس في نقطه هنا وملحوظه لازم نخلي بالنا منها. هنا من اول بدايه الفيديو اهو يوسف طازه اختفى من الفيديو، هم بس صوروا معاه فيديو فلاش باك كده من الفيلا، وشار بيقول له خلي بالك من العربيه بتاعتهم، مش خلي بالك من العربيه بتاعتهم. هنا لحد ما وصلوا عند بيت الحسن والحسين يوسف طازه مش موجود، فدي برضو معلومه نخلي بالنا منها علشان خاطر هتبين لنا حاجه كبيره قوي في اخر الفيديو. هنشوف برضو يوسف طازه راح فين. تعالوا نخش كده في نص الفيديو بسرعه ونشوف ايه اللي حصل لما طلعوا فوق عند الحسن والحسين. طبعا هنا شفنا مع بعضنا لما طلع بيت الحسن والحسين ايه اللي حصل معاهم. العفريت ظهر لهم فوق في الشقه ازاي مش عارف، ان هو المفروض العفريت دوت ساكن الفيلا، فايه اللي جابه عند بيت الحسن والحسين دي برضو قصه ثانيه احنا مش عارفين ازاي. يعني ازاي عفريت اصلا هيسيب فيلته اللي هو مسكون فيها، اللي هو اصلا بيقول لهم اطلعوا بره بيتي وهو ساكن الفيلا عشان بتاعته وبيطردهم بره البيت، وفجاه راح لهم عند اصحابهم. يعني انا دي قصه غريبه برضو انا مش فاهم منها حاجه، بس خلينا برضو نكمل معاهم للاخر ونفهم الموضوع ده ازاي حصل او ازاي تم. يعني انا مش فاهم اي حاجه في الموضوع ده لحد دلوقتي. تعالى بقى نشوف اخر الفيديو دوت ايه اللي حصل معاهم لما نزلوا تحت. تاني واحدة كده يلا بتطلع يلا بتقول لك يلا في يلا
مين بيتكلم وكل واحد بتشوفوه؟ انت يالا شخصيا يالا ولا انت فيه يالا؟ لازم نرجع ابن الراجل اللي في الصورة ده. نرجع ابنه؟ نرجع ابنه لمين؟ لازم نرجع له ابنه اللي في الصورة ده عشان ما يتكلم في الناس. وابنه ابنه يا نهار اسود، الراجل اللي كاتم في الفيلا، احنا لازم نخش البدروم دلوقتي حالا قوم لي. طبعا شفنا اخر الفيديو مع بعضينا، شفنا ايه اللي حصل. نزل لبودي تحت لقى عروسه مرميه على الارض ومش عارف ده كان عصير بقى ولا ايه اللي مرمى عليها، احنا مش هنقول الحاجه الثانيه عشان ما نتحذر. وقعد يلعب فيها شويه ومش عارف ايه وظهر له الصوت اللي انتوا سمعتوه. بودي طبعا بيقول له لازم نرجع له ابنه علشان خاطر يرجع لنا فنانيس. طب تعالى بقى نرجع هنا لنقطه الورقه اللي لقوها في الفيلا لما ولعت، والورقه دي كان مكتوب عليها اطلعوا بره بيتي. طب من ازاي من هنا العفريت بدأ يظهر لهم في فيلتهم اللي هو فيله العفريت وبيقول لهم اطلعوا بره بيتي، وهوب الموضوع اتطور وراحوا عند صاحبهم ولقى عروسه، وهنا بقى في ابن ولازم يرجع عشان فنانيس يرجع، وقصه كده غريبه. يعني الموضوع كان مبني اصلا في الاول ان كانت الفيلا مسكونه وعايزينه يطلع بره بيتي، حتى العنوان كان مكتوب ان العفريت عايز يطردني بره الفيلا. غريبه قوي المره دي ان قصه جديده دخلت في الموضوع، ان ابن الراجل صاحب الفيلا عايزين يرجعوا كده وحاجات كده انا مش فاهم منها حاجه. طب خلينا نشوف بقى اخر حاجه في الفيديو الاخير عشان نوصل للنهايه بتاعت الفيديوهات ديت ونعرف مين هو العفريت او مين هو اللي بيعمل فيهم المقلب. ماما ماسك عصايه، خش عليها يا سيدي. لسه جاي من سفر ازاي يا احمد شاور وانت اصلا لسه مسافر من يومين؟ يعني من يومين الله اعلم بقى الفيديو ده متصور في نفس اليوم ولا لا، بس انت لسه مسافر من يومين يعني الحق لا خدت المشوار رايح جاي يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه برضه، انا مش متوقع اللي بيحصل ده كله. ازاي ازاي بقى البدروم اللي تحت الارض ده في حاجه غلط. طب وانتوا ليه نزلتوا في البدروم؟ مش كنا عارفين قلنا خلاص نبقى قلب بعض ما يبقاش جوه. ماشي نروح ننزل البدروم، الموضوع مسيطر كده. عايز نعمل لك ايه عشان ما يبانش نعرف بص. تعالى بقى نقف هنا ثانية واحدة بقى نقف هنا معلش. هو برضو لسه فيه تحقيقات جاية كتيرة يعني، كمل بس للآخر عشان خاطر الحقيقة جاية هنا، اتفرج للآخر عشان تعرف ايه اللي حصل في الحتة دي بالظبط. هنا طازة اختفى، راح فين ما نعرفش. هم قالوا في نص الفيديو هنا ان هو هرب ورجع طنطا. طب ازاي يعني مشي في الحته المقطوعه ديت وركب ورجع طنطا وهبت في دماغه فجاه كده انه يمشي ويروح طنطا؟ طب ما كان راح من الفيديوهين اللي فات، جه على الفيديو دوت ومشي. طيب الراجل اللي ظهر لهم تحت ده او العفريت بقى اللي ظهر لهم تحت ده الله اعلم، ده مشية طازة تمام، دي مشيته ودي حركه. حتى يعني الناس اللي متابعه شاور كده تخش تتفرج كده هتعرف ان دي مشيته، والله اعلم برضه هو ولا احنا بنتوقع، لان في اخر الفيديو دوت هو شاور نزل وشال البتاع الابيض من عليه بس الفيديو اتقفل. يعني في الفيديو الجاي اللي هو المفروض هينزل الله اعلم ممكن ينزل النهارده بقى ولا بكره، المفروض ان هو هينزل ويعرفوا مين هو لان هو خلاص مسكوه. بس دي ماشيه طازه، الله اعلم بقى هيبقى طازه او الحسن او الحسين، حد من الثلاثه دول، بس انا شاكك ان ده طازه. فخلونا بقى نتفرج على الحته اللي جايه دي عشان الحقيقه جايه في الحته دي. وشويه النور انت طلعت فوق احمر دلوقتي، الله احمر تحت السير مش فاهم. قاطع الكهرباء فاصله. تعالى بقى هنا يا معلم، ازاي الكهرباء فاصله ولما عمر كان داخل الفيلا وجري عليك اطوا النور؟ ما هو النور كان قايد اهو، تعالى نشوف. خش يا عزيزه. اهو النور كان قايد عادي، ولما طلعتوا برضو بره ونزلتوا تحت في الريسبشن النور كان قايد عادي. النور ايه اللي كان قاطع يا باشا؟ انتوا يا جدعان ما تعقلوا الموضوع وانتوا بتتفرجوا ناس هبله ولا انتوا بتعملوا فيلم كوميدي ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه لحد دلوقتي. طيب احنا كده وصلنا بقى لليفل الوحش اللي هو خلاص يعني بدات تقع منهم من كتر ما هم عاملين يعملوا في الفيديوهات ومش محضرين سيناريو، بدات تقع منهم. النور قاطع ازاي والنور كان قايد فوق؟ خلينا بقى نشوف الحته الاخيره لما يمسكوا الاخ اللي بيجري في الفيلا ده اللي هو يظهر لهم ويقف لهم ويقول لهم تعالوا امسكوني انا اهو. يلا بينا نشوفه هيحصل ايه. اول واحد دلوقتي بقى واحد تاني بيصحى.
طيب زي ما انتوا شفتوا كده وكده وصلنا لنهايه الفيديو. خلاص مسكوا الشخص اللي هو كان لابس بتاع بيضه دي، الله اعلم بقى مين هو، ولا حد كان بيعمل فيهم مقلب او حد بقى كان بيخوفهم، بس ده مش العفريت اللي ظهر لهم في الاول، ولسه لحد دلوقتي ما نعرفش مين هو العفريت. هل اللي اتمسك ده كان تبعه او ممكن نكشف لنا حاجه الفيديو اللي هيجي او الفيديو اللي جاي، ولا ده حد تاني وحب يهزر معاهم ويرعبهم اكتر ما هم مرعوبين؟ ممكن دي اللي تحصل في الفيديو الجاي. طيب كده وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم او وضح لكم حاجات زياده. فاحنا وصلنا للمرحله اللي احنا كشفنا فيها حاجات كتير بصراحه، يعني كده تكفي. اشوفكم الفيديو الجاي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واسف جدا ان انا طولت عليكم. ما تنسونيش تعملوا سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو لو عجبك، وكومنت برايك عشان تطلعوا معايا الفيديو الجاي. اشوفك الفيديو الجاي، سلام. برضو مش هتوقفوني، بسكم تسيبوني فين دماغكم شيلوني، اسأل صاحبك يسأله تيجي قدامي تفشلوا، حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني. ربك بيريد حب الناس بيزيد، شكلك ما جيتش